في سؤال جوهري ومهم جدا. مين اللي بيتحكم في حياتنا؟ هل إحنا اللي بنصنع ظروفنا ولا الظروف هي اللي بتصنعنا؟ هذه هي الفكرة الأساسية للعادة الأولى من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، وهي فكرة لو استوعبناها صح ممكن تغير نظرتنا لكل شيء حوالينا. يعني ليه بنشوف ناس معينين حياتهم فجأة بتاخد مسار مختلف تماماً وبيحققوا قفزات هائلة؟ إيه اللي بيدفعهم للأمام بالسرعة دي؟ وبالمقابل بنشوف ناس تانيين بيفضلوا عالقين في نفس المكان لسنين طويلة، بنفس الظروف، نفس الشكوى، وبالتالي نفس النتائج. ممكن ناس كتير تفكر إن الفرق هو الذكاء أو يمكن الحظ أو يمكن الواسطة والعلاقات، لكن المصدر اللي بنستعرضه اليوم بيقدم إجابة مختلفة تماماً وممكن تكون صادمة للبعض. الفرق الجوهري كله بيتلخص في حاجة واحدة بس: الطريقة اللي بنستجيب بيها للأشياء اللي بتحصل لنا. الموضوع كله عبارة عن قرار داخلي بحت. طيب خلونا نبدأ بالجزء الأول، مسألة التغيير. في قلب الموضوع ده في فكرة بسيطة جدا لكنها في نفس الوقت قوية وصادمة. الكتاب بيقول إن البشر كلهم بغض النظر عن ظروفهم أو خلفيتهم بينقسموا لفئتين أساسيتين، مش بناء على أي شيء خارجي، لكن بناء على عقليتهم، يا إما ناس مبادرين أو ناس بيلعبوا دور الضحية. وهنا مهم جدا نوضح حاجة. لما بنقول ضحية احنا مش بنتكلم عن شخص تعرض لأذى مباشر، لا، المقصود هنا هو ضحية الظروف، ضحية الماضي، أو ضحية تصرفات الناس التانيين. يعني العقلية دي ببساطة بتسلم ريموت كنترول المشاعر والقرارات لعوامل خارجية، وده بيخلي الشخص دايما يحس إنه عاجز ومش قادر يغير أي شيء في واقعه. والعقلية دي بتظهر بوضوح في كلامنا اليومي. شوفوا الفرق، لغة الضحية دايما بترمي اللوم على اللي بره، هو عصبني، ظروفي صعبة جدا. أما لغة الشخص المبادر فبتطلع من منطلق المسؤولية الداخلية، أنا اللي بختار ردة فعلي، إزاي أقدر أحسن الوضع ده؟ وهنا بقى بنوصل للنقطة المحورية اللي بتفصل بين العقليتين. فكرة بسيطة جدا لكنها هي أساس القوة الشخصية كلها. كل شيء في حياتنا بيبدأ بحدث. أي موقف بنتعرض له سواء كبير أو صغير هو في النهاية مجرد حدث خارجي محايد. لكن بين الحدث ده وبين رد فعلنا عليه في مساحة صغيرة جدا، مساحة زمنية ونفسية. المساحة دي هي مصدر قوتنا الحقيقية. وبعدين بيجي رد الفعل. رد الفعل ده مش نتيجة حتمية للحدث، لا، هو نتيجة مباشرة للاختيار اللي بناخده جوه المساحة الصغيرة دي. الشخص اللي عنده عقلية الضحية بيتجاهل المساحة دي تماما وكأنها مش موجودة، فبيكون رد فعله مباشر وتلقائي. أما الشخص المبادر فهو بيعيش في المساحة دي، بيستخدمها عشان ياخد نفس ويفكر ويختار رد الفعل الأنسب ليه. طيب كفاية كلام نظري، خلونا ننتقل من النظرية للتطبيق ونشوف إزاي الفكرة دي بتتجسد في مواقف بنعيشها كل يوم. خلونا نتخيل الموقف ده: موظف اتأخر على الشغل ومديره صرخ في وشه قدام الكل. رد فعل الضحية إيه؟ هيحس بالغضب والإهانة وهيخلي الموقف ده يدمر له باقي يومه. أما رد الفعل المبادر هيسمع بهدوء، هيعترف بالخطأ ويتعلم منه وبعدين يكمل يومه بشكل طبيعي. نفس الحدث تماماً، لكن نتيجتين مختلفتين بالكامل. والمبدأ ده بينطبق على الحاجات الكبيرة كمان في الحياة. تخيلوا شخصين عاشوا نفس الطفولة الصعبة، واحد منهم بيكرر نفس الأخطاء وبيقول أنا كده بسبب اللي حصل لي زمان، والتاني بيقرر إنه يكسر الدايرة دي ويبني حياة مختلفة تماما. الفرق هنا مش في الماضي، الفرق في الاختيار اللي اتاخد في الحاضر. وهنا لازم نوضح كم نقطة مهمة. كون الشخص مبادر مش معناه إنه إنسان آلي ما بيحزنش أو ما بيغضبش، ومش معناه إنه بيقبل أي حاجة تتقال وخلاص، أو إنه الشخصية ضعيفة. المبادرة ببساطة معناها إن المشاعر دي مش هي اللي بتتحكم في تصرفاته، لا، هو اللي بيختار تصرفاته بوعي تام. طيب السؤال المهم دلوقتي: إزاي ممكن نطبق الفكرة دي بشكل عملي؟ خلونا ننتقل لتمرين بسيط جدا ممكن أي حد يبدأ فيه من النهاردة. التمرين في منتهى البساطة. المرة الجاية لما يحصل موقف يثير غضبك أو إحباطك، قبل ما تعمل أي رد فعل بس توقف للحظة وعد في سرك من 1 ل5. في الثواني دي اسأل نفسك: هل هتصرف دلوقتي كضحية ولا كمبادر؟ مجرد طرح السؤال ده بيوسع مساحة الاختيار وبيحطك في موقع السيطرة. وهذه هي الخلاصة كلها. القوة الحقيقية مش في إننا نتحكم في اللي بيحصل لنا، لأن ده مستحيل. القوة الحقيقية بتكمن في تحكمنا باستجابتنا للي بيحصل لنا. دايما لازم نتذكر إحنا مسؤولين عن اختياراتنا وعن كل رد فعل بنختاره.
والمبدأ ده هو اللي بيفتح الباب لأي تغيير حقيقي وفعال في الحياة.